أنا اليوم في ملتقى الأنبار الثقافي في الرمادي بمحافظة الأنبار، وشفت هذه الصورة للأستاذ طارق العساف. طبعا هذه الصورة حصلت على أفضل صورة في محور اقرأ بمحافظة ميسان. فنان فوتوغرافي بدأ التصوير عام 2014 أثناء فترة التهجير. تهجرنا خارج البلاد، بلش الحنين للمناطق السكنية، المدارس الابتدائية، بداياتنا وذكرياتنا. لما شفنا الناس عايشين بسلام خارج البلاد في مدارسهم، في منازلهم، بدون تهجير بدون تدمير، حزت في قلوبنا أنه ما عاد عندنا ذكريات. قررت أن أوثق الأماكن والأشخاص حتى على الأقل مهما يصير عندنا ذكريات بالصور. التصوير فن، يحتاج إلى معلومات اللي تولد الخبرة بعدين، ويحتاج إلى رقم واحد شغف. المحاور والأمور كلها إذا ما حبيتها ما راح تبدع بيها. التصوير بلشت بيه توثيق، صار عندي مطالعة تغذية بصرية، عرفت المحاور، يمتى أصور، من يوم كان أصور، شنو أصور. كل محور إلى خاصية معينة. البورتريت إلى عالم آخر، اللاندسكيب، سيتيسكيب، محاور كثيرة. اللي يحب يبدع لازم يتعلم، وراح يحب اللي يتعلمه. أحب المصورين الأحادي الأبيض والأسود، لأنه الناس عندها شغف بالألوان، لكن كمصورين واللي أفضلهم أبيض وأسود، دائما يكون الكادر والحدث هو اللون، هو المترجم وليس الألوان. كل شخص ممكن يدعم طارق العساف، هو صاحب فضل عليه. اللايك، التعليق، والنقد البناء. كثير من الأساتذة النقاد الفوتوغراف لهم فضل كبير علينا، وأخص منهم الأستاذ خليل طيار، أستاذنا الكبير من محافظة كربلاء المقدسة، كان دائما يوجه نقد بناء وداعم أيضا، نأخذ منه معلوماتنا. اللي هي لامرأة عجوز كانت تروف الملابس في مخيم ل 18 كيلو غرب مدينة الرمادي. هذه الصورة ساعدت بتوجيه الرأي الدولي لهذا المجمع، توجيه الرأي الدولي لهذا المخيم، مما أدى إلى إرجاع الأهالي كلهم إلى ديارهم سالمين. أشكر كل متابعي الفنان وداعمي طارق العساف. أتمنى الخير للجميع. يا ريت نوثق حياتنا بالصور بالشكل الإيجابي، ونستخدم الكاميرا بالخير.